السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي ومشاهداتنا الكرام. مرحبا بي وبكم في هذه الحلقة. أخوكم أنوار من العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، من بيت الأحرار مشرق الأنوار. فأين هو النور؟ أين هو النور؟ وسرنا نرى الظلمات، وسرنا نرى ظلمات الجهل، ظلمات الفسق، ظلمات الفقر، ظلمات النفاق. صرنا نعيش في زمان الظلمات، في زمان الأسعار، غلاء الأسعار، في زمان الفتن، في زمان الفقر. المسؤولين المغاربة والحكومة المغربية الفاشلة، أقل ما يقال عنها فاشلة، بل تستحق غبية وتستحق مجرمة هذا الوصف. علاش غبية وعلاش مجرمة؟ أغبياء لأنهم فشلوا في الإصلاح، فشلوا في تخفيض الأسعار، فشلوا في إيجاد الحلول. حكومة أخنوش أنا كنقولها أنا مستقل، لا لأتبع لا لحزب ولا للتيار ولا للجمعية ولا للنظام، بل أتبع لهذه الدولة. أتكلم بصفتي كمواطن مغربي، كمواطن مغربي. 13 مارس يوم وطني للمجتمع المدني، و13 مارس يوم عالمي للمجتمع المدني. أدافع عن حقي، أتشارك المعلومة بالديمقراطية التشاركية، أتشاركها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأقول للمسؤولين وأقول للحكومة وأوجه رسالتي إلى سلطات القضاء من أجل التدخل مباشرة، استقلال القضاء. هؤلاء المجرمون هم ومن يتواطؤون معهم، هم ومن يتواطؤون معهم في الزيادة في الأسعار. راه الزيادة في الأسعار غير محسوبة وغير مدقوقة، وفيها إجرام في حق الشعب المغربي، فيها إجرام في حق الشعب المغربي وفي حق المواطنون، ويخالفون القوانين. لأنه هذه الزيادات في الأسعار أو هذه الأمور اللي وصلنا لها الآن، اللي وصلها المواطنين المغاربة، اللي وصلوا كيتشكاو احنا دولة فلاحية عباد الله، والطماطم والبطاطس صارت في أثمنة خيالية، وكيعرفوا يزيدوا على المغاربة، على المواطنين. زيادة في الضرائب، زيادة في الأسعار. حكومة أخنوش زادت على الضرائب على الشركات الصغرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الغنية والشركات الغنية خفضت لها من الضرائب. حكومة أخنوش زادت في الأسعار عوض ما تجد الحلول. حكومة أخنوش كان عليها أن تزيد، كيديروا السبة بجميع الأمور. كنمشي للمقاطعات وكنمشي للإدارات وكنقرشاو وكنقال الاستفزازات للمواطنين بحجة إلى دير الصف والجرعة الثالثة أو الجرعة الرابعة وخرج الناس ودير الكمامة. اش باقي شي واحد كيدير الكمامة؟ اش باقي شي واحد كتبزو عليه يدير الجرعة الثالثة والرابعة؟ وأنا أقول وخرجتو عليا، صحتي كتنهار نهار دقيت الشوكة الأولى والثانية، وصحتي كتنهار، مرضت بجميع الأمراض، وهي غير ليست إجبارية. علاش أنا نمشي للمقاطعة وتمنعني من الدخول؟ او باش ما نقضيش الوراق ديالي، او باش ما نقضيش الامور ديالي اللي كتامن الصحه ديالي، بحجه انه ما ديرش الجرعه او ما ديرش الكمامه. باقا الان الى يومنا هذا في المقاطعه 11 في حي البساتين في مدينه مكناس، وازدحامات وامور لا غير اخلاقيه وغير انسانيه وغير قانونيه تمارس لربما على مستوى المملكه المغربيه كلها، في حين هناك امور ادرى بان تحل. الزياده في السمك، إيجاد الحلول، زيادة القدرة الشرائية، تخفيض الأسعار. زادوا لما قالت بأنه الأزمة ديال أوكرانيا والأزمة ديال روسيا والسوق العالمية في البترول عرفت الارتفاع، ها هو على مستوى العالم كامل خفضات البرميل، والمنتوجات الفلاحية والمنتوجات الأساسية للفقراء والمواطنين منخفضة، وهما كلشي كيستغلوه. كوكا الجفاف نقولوا حكا، راه المنتوجات وكاين الجفاف والفلاح والامور والبترول نقولوا اوكي، الشتا كاينه والخير كاين. كيف يعقل المنتوجات المغربيه كتصدر لاوروبا كيشريوها بثمن بخس وحنا كنشريوها باثمنه متزايده؟ من يتحمل المسؤوليه؟ اكيد تتحمل المسؤوليه الحكومه المغربيه ورئيس الحكومه ووزاره الفلاحه والمسؤولين.
السيد وهبي لما كيهاجم الفيسبوكيين او كيهاجم الصحافه او كيهاجم المواطنين اللي كيقول هو كما غتشوفوا كما نشرت في الصفحه، كيقول بانه الشعب اللي جالسين في القهوه واللي شادين في التليفونات، هذيك اللي كتعاد اللي جالسين في القهوه واللي جالسين في التليفونات في الفيسبوك، هذوك راه مواطنين مغاربه مالهم جنون، مواطنون مغاربه كيعبروا على الراي ديالهم. حنا في حريه، في دوله القانون وفي الراي، وكفانا غلاء الاسعار، من حقنا نكتبوا راكم زدتوا علينا. تا السي وهبي عوض ما توعد المغاربه وتسكت الفيسبوك وتسكت الحقوق، راه الدول المتقدمه تقدموا بالفيسبوك. هذه هي المشكله ديالكم. عوض ما تاخذوا الحلول من عند المواطنين، يا عباد الله بارطاجيو هذه الفكره هذه اللي غنقول. راه دولة مصر راه تنقدات بفكره. دولة مصر في عهد يوسف عليه السلام عرفت الجفاف وعرفت القحط وعرفت الفتن، وعزيز مصر استعان بيوسف عليه السلام هو اللي عطاه الخطه كيفاش يتغلبوا على هاد سنوات القحط وسنوات الجفاف. وانت السي وهبي والسي اخنوش عوض ما تسمعوا المغاربه وتاخذوا الحلول مع عند المغاربه ومع عند الفيسبوكين ومع عند القنوات ومع عند القنوات، لا اتكلم عن الصحافات الاسترزاقيه اللي نتوما كتخلصوها ونتوما كتعطيوها باش تشكركم وباش تشكركم. لا، قلبوا على الشباب، قلبوا على الافكار. الى عندكم المشكل في السيوله وفي ادخال العمله الصعبه وفي ازدهار الاقتصاد المغربي، راه الحل ديالكم ماشي تستقرضوا وتسلفوا من البنك الدولي، والبنك الدولي يطلب لكم بتعويم الدرهم او بتخفيض العمله المغربيه، هو يوقع التضخم اللي واقع الان. حنا في طريق التضخم، راه ماشي هو هذا الحل. تسلف وتغرق الدوله وتغرق الشعب، وباش تشد المصاريف ديالك تزيد على الشعب. الى متى الشعب غيبقى ساكت؟ الى ما كتخافوش من الى ما كتخافوش، الى ما عرفتوا شنو كديروا، كتواطئوا مع المجرمين وما كتسوقوش للفقراء والمستضعفين، ما كتخافوش. واش ما كتشوفوش شنو كيوقع في تركيا، في سوريا؟ الى متى ايها المترفين او الاغنياء تبقاو تسرقوا وديروا الثروات وتاكلوا اموال اليتامى والفقراء والمستضعفين اللي كيدعيو فيكم في الليل، ياخذ فيكم الحق المسؤولين. الان الدول الكبرى، الدول العظمى كتستثمر في التجاره الالكترونيه وفي الصفحات وفي القنوات. راه عن طريق صفحه او قناه يمكن لك تدخل العمله الصعبه وتدخل ملايين من الدراهم. الا عندك مشكل انت في السيوله ويوقع لك التضخم، سمعوا هذه الفكره مزيان. الحكومه الغبيه اللي باقين عاقلين على الامور غبيه، لانني فاش كنقول غبيه، تليفون كان تليفون غبي ولا تليفون ذكي، كلشي ولا ذكي. تليفونات ذكيه، السيارات ذكيه، الهواتف ذكيه، الثلاجات ذكيه، الا المسؤولين المغاربين باقين قدام وباقين اغبياء. راه الان الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا واوروبا والصين كينميو الاقتصاد ديالهم بالتجاره الالكترونيه وبجانب العمله الصعبه، عن طريق العمله الصعبه، عن طريق كلشي عن بعد. عاونوا الصفحات، عاونوا القنوات، عاونوا التجاره الالكترونيه باش تخلقوا فرص للشغل، باش تدخلوا العمله الصعبه، باش الناس يدخلوا الفلوس، ما يوقعش تضخم. ماشي تحاربوا الصفحات وتحاربوا القنوات وتحاربوا الشباب وتسلفوا وتغرقوا الشعب. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسمع كلامي هذا رجل شديد وتدخل، لأنه الحل راه ماشي في الزيادة في الغلاء الأسعار وفي التهديد وفي الوعيد للمسؤولين اللي على رأسهم لا سي أخنوش اللي ساكت، اللي ما كيهضرش، ما كيعطيناش كاع التبريرات، وكيغرق الدولة في الكريديات وكيغرق الفقراء في الكريديات وفي الفقر المدقع، ولا السي وهبي اللي كيتوعد الفيسبوكيين وكيتوعد الشعب وكيتوعد الفقراء وكيتوعد اصحاب المقاهي بالحبس. راه ماشي هو هذا الحل. راه الحكومه دورها هي ايجاد الحلول، وعلى القضاء المستقل وزير الداخليه الفتيت مباشره وكل رجال القضاء الشرفاء التدخل بطرق او اخرى، كل وكلاء الملك والتدخل في مراقبه ملفات الفساد، ويشوفوا اي منتخب او اي سياسي او اي وزير وحتى وخا يكون حتى واحد في الداخليه او في القضاء او في المسؤولين او في السلطه متواطئ، يجب عليه ان يحاسب، لانه يجب ان ترد الحقوق الى اهلها. وكفانا من هذا المضاربه في الاسعار.
راه كيف يعقل عباد الله؟ حنا دولة فلاحية وكنصدروا المواد الغذائيه لبرا، وحنا اللي كنصدروها هما كيشريوها رخاص وحنا كنشريوها غاليه. وراكم كتشوفوا الفيديوهات وكتشوفوا القنوات وكتشوفوا الصفحات، وراه كتشوفوا المواطنين المغاربه كيفاش كيتشكاو. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بارطاجيو هذا الفيديو هذا، ونتمنى من عند الله سبحانه وتعالى باش بامر الله سبحانه وتعالى يوما من الايام ان شاء الله تخرج الحكومه بشي قرار وتخفض الاسعار وتعطي الفلوس للمواطنين المغاربه. ولا ما عرفتوش، تواصلوا مع الشباب وتواصلوا مع الصفحات وشوفوا. نتوما خاصكم تجيو عندهم ماشي هما يجيو عندكم. نتوما خاصكم تجيو لعندهم ماشي هما يجيو لعندكم. راه كيما قلت لكم يوسف عليه السلام، راه يوسف راجل واحد نقد امه في القران الكريم، نقدها في سنوات القحط وسنوات الجفاف. السلام عليكم ورحمه الله.